ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا جدا مع بعض. وصفه سهله وفي نفس الوقت طعمها خطير، وكمان بنجيبها من بره غاليه جدا. النهارده قلت هعملها لكم بابسط طريقه وباقل المكونات. هتعملي احلى تورتايه في البيت ممكن تشتريها من بره ب 400 جنيه او ب 500 جنيه. احنا هنعملها النهارده بنص الثمن او اقل كمان، وحجم عائلي يعني هتكفي جميع افراد الاسره. هنعمل النهارده نوع كريمي حلو جدا جدا، هنحشي بيه طبقات الكيك اللي هنعمله النهارده. بجد حاجه كده في منتهى الجمال. اكيد يعني الصوره بتتكلم عن نفسها. اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده ان شاء الله تستفادوا منه. ما تنسوش تحطوا لايك وتتابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. نبدأ اول حاجة بالمقادير. اول حاجة هعملها وهسيبها على جنب هي الجيلاتين. احنا هنستخدم النهاردة معلقتين كبار من الجيلاتين، تكوني جايباه جودته كويسة جدا جدا جدا. هنحطه في طبق صغير وهنحط عليه حوالي ربع كوباية من المية وهنقلبه. مجرد ما هنبتدي نقلب في الجيلاتين هنبتدي نحس ان هو ابتدى يتكثف معايا ويتقل، وبعد كده هيبقى عبارة عن كتلة واحدة. هوريهولكم وقت ما نيجي نستخدمه هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا مجرد ما هنبتدي نقلب فيه يبقى الشكل كده. طبعا انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو عملت سبونج وسبته قبلها بيوم، ولما برد تماما ابتديت ان انا اقطعه زي ما انتوا شايفينه كده. كمان معايا هنا هو فراولة. جبت فراولة، حاولي ان انت تنقي الفراولة تبقى مقاس قد بعضه عشان لما تقطعيها ونبتدي نعمل بيها التورتايه يبقى المقاس كله مظبوط. طيب ايه الحشوة اللي احنا هنعمل بيها التورتايه بتاعت النهاردة؟ اول حاجة هعمل كريمة باتيسير، عبارة عن 2 صفار بيض، 3 معالق من السكر الحبيبات، وكمان معايا هنا هو معلقتين من النشا. هحط عليهم كيسين فانيليا، ولو عندك فانيليا سايلة تقدري تستخدميهم. هضيف عليهم نص كيلو من الحليب، وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا 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 لحد ما السكر والنشا والبيض يختلطوا مع البيض والحليب كويس جدا جدا جدا. بعدين هبتدي ارفعهم على النار وهفضل اقلب لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي انتوا هتشوفوه معايا، وهو دوت القوام المطلوب بتاع كريمة الباتيسير اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة في التورتة، وهنطلع تورتة عظيمة جدا زي اللي بنشتريها من بره. هبتدي ألم كل الجوانب من الكريم الباتيسير، وهجيب اي كيس من كيس التلاجة وهبتدي ان انا اغطيها مباشرة، لان لو سيبناها في الهواء هتبتدي تعمل معايا قشرة من فوق، والقشرة ديت هتكلكع معانا وقت ما نيجي نشتغل بيها. هتسيبيها بره خالص لحد ما تبرد. مستعجله حطيها في التلاجة شويه. بعد ما بردت معايا هجيب بوله نظيفه وابتدي ان انا انزل فيها الكريمه بالشكل ده، وهبتدي ان انا اخفق بيه بالمضرب الكهرباء كويس جدا لحد ما الاقي ان اللون بتاعها ابتدى يفتح معايا وكمان ابتدى يدخلها هوا. الحاجة بقى اللي هتدينا دسامة قوي للكريمة اللي احنا عاملينها ديت ان انا هحط عليها 50 جرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. هبتدي الاول بقطعة صغيرة احطها وابتدي اضرب لحد ما الزبدة ديت تختفي تماما تماما، ما يكونش ليها اي اثر خالص. وطبعا لما نيجي نشتغل اي حاجة في الجوانب نبتدي ان احنا ننزلها بسباتولا ونكمل بقية ضرب. بعد ما اختفت معايا الزبدة الاولانية هبتدي انزل بقية الزبدة وهبتدي في الضرب مباشرة لحد ما الزبدة تختفي تماما. طعم الكريمة يا جماعة خطير. كل اللي هيعمل تورتايه يجرب الكريمة ديت، بجد هتنبهروا بيها جدا جدا جدا. بعد ما وصلت للقوام ده ولميت الجوانب كلها هبتدي ان انا اضربها كويس جدا جدا تاني وهسيبها على جنب، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا شكلها خطير جدا. هجيب بقى الكريم شانتيه، معايا كوباية من الكريم شانتيه و3 معالق من السكر البودرة. انا بستخدم هنا هو كريم شانتيه خام بدون سكر، لو عايزة تجيبيه بالسكر زي ما تحبي. انا بستخدم الخام وبضيف عليه السكر، وضفت عليه كوباية من الحليب، وهبتدي ان انا اخفق كويس جدا جدا. طبعا كلنا عارفين ان الكريم شانتيه لازم نحط المادة السائلة تكون ساقعة جدا. انا ضفت حليب ساقع جدا وابتديت ان انا اضرب الكريم شانتيه بالشكل ده.
اول ما هلاقي الكريم شانتيه بتاعي بقى متماسك وعمل منقار كده وما بينزلش، يبقى كده انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هنسيبه على جنب ونيجي بقى نحضر الصينيه بتاعه التورتايه اللي احنا هنعملها النهارده. جبت هنا هوت القالب بتاع التشيز كيك، وجبت كمان ورق الفاكيوم دوت بيطلع لك التورتايه مظبوطه بالملي، ما فيهاش اي حاجه خالص. وهظبطه في الصينيه بالشكل ده، وهبتدي بقى احط الفراوله زي ما قلت لكم نجيبها تبقى قد بعض. هتتعبوا شويه تنقوها شويه كده تبقى المقاس واحد، ونقسمها نصين وهنرصها بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى قطعه من الاسبونج اللي احنا عاملينه البيتي، وهبتدي ان انا اسقيه شربات خفيف خالص، ميه بسكر، نص كوبايه سكر وكوبايه ميه، حطيتهم على النار. مجرد ما دابوا سبتهم لحد ما بردوا، وهو دوت اللي انا بسقي بيه الاسبونج. شايفين بقى شكل الجيلاتين عامل ازاي؟ هنشوف بقى الخطوه ديت احنا هنعمل ايه. طبعا الكريمه الباتيسير اللي احنا عملناها هنجيب بقى الكريم شانتيه ونحطه عليها، وهنبتدي ان احنا نضربهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما يندمجوا، وده هيبقى شكلهم. عايزه اقول لكم طعمها بجد يا جماعه، اللي هيجربها هيقول فعلا الطعم مختلف خالص غير اي كريم شانتيه بنحطه لوحده كده في اي تورته. طبعا لما تكتل معايا الجيلاتين دوبته شويه كده هو على حمام بخار لحد ما سخن معايا جدا، وابتديت ان انا انزله على الكريمه. وما تقلقيش خالص ان انت تنزليه سخن على الكريمه، هيرجع يتماسك تاني لما هندخلها التلاجة ومش هيبقى فيها اي مشكله. ضربته كويس جدا وخليته اندمج كده مع الكريمه والكريم باتيسير، وقلبتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين عشان لو في اي فقاعات من الهواء تخرج. بعد كده ابتديت ان انا احطه في اكياس اللي هي بتاعت الكريمه، وهبتدي ان انا احط الكريمه بالشكل دوت على الفراوله كلها وفي الجناب وفي النص، يعني مش هخلي الفراوله باينه خالص. وهبتدي ان انا اساوي الكريمه بالشكل ده. في الخطوه دي تقدري ان انت تسيبيها ساده، وتقدري ان انت لو عندك اي نوع صوص بتفضليه تحطيه. انا عشان عاملاها بالفراوله، انا برضو اللي كنت عامله صوص الفراوله هعمله تاني معاكم في فيديو لوحده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ابتديت ان انا احط منه في نص التورتايه بالشكل ده، واخدت جزء كمان من الاسبونج وابتديت ان انا احطه من فوق، وهسقيه بالصوص اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الشربات الخفيف. ونفس الموضوع حطيت الكريمه في كيس الحلواني، وهحط طبقه بالشكل ده، هسويها كويس جدا جدا. بعد كده هجيب كمان من الصوص بتاع الفراولة وهحطه، وزي ما هتشوفوا انا هعمل ايه. بعد ما حطيت صوص الفراولة بطريقة عشوائية كده، هجيب بقية الكريمة واحطها عليه من فوق وهسويها بالشكل ده. طبعا خطوة مهمة جدا ان احنا نسيبها في التلاجة براحتها لحد ما تتماسك خالص، ما نكونش مستعجلين عليها. تعملوها بكل هدوء كده عشان تطلع معاكم مظبوطة. انا دخلتها التلاجة حوالي 4 ساعات او 5 ساعات. فضلت معايا متماسكة وما فيهاش اي حاجة خالص، وده اللي انا عايزاه، ان هي تكون ساقعة جدا. لو مستعجلة ممكن تدخليها الفريزر، انا سبتها في التلاجة براحتها لحد ما تماسكت خالص. وبعد كده جبت فراولة قطعتها قطع متوسطة، وهبتدي ان انا احطها عليها بالشكل ده. بعد ما هسويها حاولي ان انت تخلي يعني الوش بتاع الفراولة من فوق عشان يبقى شكلها معاكي حلو. بعد كده هجيب معايا كيس من الجيلي الفراولة، وهبتدي ان انا احط عليه 1.5 كوباية من المية المغلية، وهقلب كويس جدا 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 لحد ما كريستالات الجيلي تدوب معايا تماما. وهسيبه بدرجة حرارة الغرفة اللي احنا فيها لحد ما يبرد خالص. مش هينفع ان احنا نحطه في التلاجة، عشان لو حطيناه في التلاجة الجيلاتين هيتماسك ومش هنعرف ان احنا نصبه على الفراولة من فوق. بعد ما ياخد درجة حرارة المطبخ هياخد كده بحركة بسيطة خالص بالمعلقة، وفي كل حتة هبتدي ان انا اوسع الجيلي بالشكل ده. بعد كده هخلص الكمية كلها وهدخلها التلاجة على الاقل 6 ساعات. يعني انت لو عايزة تعمليها في اي مناسبة تقدري ان انت تعمليها قبلها بيوم. انا عملت الاسبونج في يوم، وتاني يوم ابتديت اجهزها وخلصت معايا على طول، ما خدتش معايا وقت.
سبتها بقى في التلاجة 4 ساعات تمسكت، وهبتدي ان انا اشيل منها القاعدة بتاعة التشيز كيك، وهتشوفوا معايا شكلها عامل ازاي. وبجد يا جماعة ورق الفاكيوم دوت حلو جدا جدا في الطرق، ان انتوا شايفينها دلوقتي مش مظبوطة قوي من الجناب، بس ورق الفاكيوم ده هيشيل اي حاجة بقى. بصوا هنبتدي ان احنا نشيلها بالشكل ده، اي زيادات هو بيشيلها واحنا بنسحبه كده من التورتايه. بصوا الجمال بجد يا جماعه. التورتايه ديت اقل ما يكون ان انتوا تجيبوها من بره مش اقل من 350 او 400 جنيه، ومش هتبقى نفس المقاس اللي انا عاملاه ده، هتبقى اصغر من كده كمان. بجد التورت بقت اسعارها عاليه جدا جدا جدا. طب ليه نجيبها غاليه؟ احنا نعملها في البيت بايدينا وهتكفي الاسره كلها. طبعا هنا ابتديت ان انا اقطع بالسكينه الطرنش الكبيره، فحسيت ان هي هتبهدل لي التورتايه لان هي السنون بتاعتها حاده جدا، فقلت لا هجيب سكينه عاديه، وفعلا قطعتها بالسكينه العاديه وظبطت معايا وطلعت بكل سهوله هشه وطريه جدا جدا. الكريمه طعمها خطير، اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها وتجربوا طريقة الكريمة بتاعت النهاردة. اعمليها بقى لأولادك في أعياد ميلادهم، رايحة عند واحدة صاحبتك، رايحة عند قريبتك، أي حد انتي بتحبيه، بدل ما تشتري حاجة من بره اعمليها في البيت. بجد هيبقى طعمها لذيذ جدا جدا. الطبقات طعمها يعني بجد رهيب، السكر بتاعها مظبوط، القوام مظبوط، كل حاجة فيها مظبوطة بالملي. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، والفيديو بتاعي النهاردة خلص، وباي باي.